باش تسكر فمك يا تخرج عليا نحب نرقد. سألت ثلاثة عباد من ثلاثة أجيال مختلفة شنو هي أكثر حاجة تخافوا منها. الصغير قال لي الجار، الشباب قال لي بيا بيحفظوا، والشايب العوج اللي في حومتنا قال لي ايه ملا زغزغ ولا ما نعرفش عليه نحكي معاكم انا. بيه مناش تخاف؟ ملاش تخاف شنهي؟ ملاش سمعتك ما عادش تعيط. هو اللي لاحظته من التجربة هذه كوني ضيعت وقتي على خاطر طوف ونود على واحد فيهم بكف. اما بالنسبة لي الحق كنت نخاف من لعبتي. بالله عمركم شريتوا حد يخاف من لعبته؟ اما أنا الحق كان عندي سبب منطقي للخوف هذايا. انا كيف كل زغزوغ بهيم عمره 4 سنين كان عندي برشا لعب بخد، واحسن واحدة عندي لعبة متاع سد. هو انا بالطبيعة ما نعرفش الا سد، كنت نغسبه شعر طويل شديت حجمت له. اما صارت حاجة غريبة، بابا قام لها من النهارات ومشى للصالة باش يشرب ماء، لقاني قاعد في القاعة خايف وضيع بيا اللعب بتاعي. استغرب الراجل قال لي كيفاش يدني. هيا بابا هزني للفرش باش نرقد معناها. اما اللي ما يعرفوش هو انا فاش كنت نخمم وقتها، خاطر قبل كل شيء كنت نتفرج على التلفزة وبديت نلعس ونشوف في حاجة كحلة تتعدى تفجعت، قلت يطلعش يقرل ولا حافظ ليق. يا اخي مشيت باش نرقد باش ما يطلعليش على وجهي معناه. اما قبل ما نرقد لقيت اللعاب نتاعي كلهم فوق الفرش، فانا بعدتهم علقت واحد فيهم معناه، وقبل ما نكمل نوبتي حليت عيني ما لقيتوش. وكي هزيت عينيا نلقى اللعاب بتاعي الكل يفرفطوا في البيت. بقيت حال فمي، وبعد جاوني هزوني وخرجوني من بيتي جيست على خاطري هبطهم الفاشي. عاد عملت طلة بالسرقة على البيت نلقاهم الكلاب يشطحوا ويغنيوا، وخاصة لك الحوتة الزرقاء ديك نلقاها تعمل في البريك دانس في الهواء. اما فجأة وقفوا الكل ومشاو للصالة عملوا فيها لعب عادي. ماني بهيب لكم انا على اساس ما شدتكوش بالكامشة تشطحوا وتزغطوا. فجأة يطلع بابا وراهم، فاش تعمل لنا؟ وانا ما كان عندي حتى دليل على اللي صار، خاطر هو قال لي اللي هو كدخل يلقاني راقد بين اللعاب بتاعي. اما كان انا بالحق كنت راقد. كيفاش يد بابا دخل الصالة وهزني